السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عشاق سكور ماتش المغرب من جميع أنحاء الوطن العربي. شكرا لكم لدعمكم لقناتنا. إذا أصدقائي صديقاتي، الآن سوف نتناول موضوع جميل وموضوع سوف نتحدث عن تسريبات القادمة من لعبة سكور ماتش لشهر ماي. ولكن هناك بعض الأخبار المتداولة من شركة FTG وبعض صفحات على الفيسبوك تقول بأن هناك مجموعة من الأشياء تحدث في عالم سكور ماتش. إذن من بين أهم الأسرار التي سوف نتفقدها ألا وهي أن شركة FTG من المحتمل أن يكون هناك تأجيل لمسابقات أو تأجيل للأحداث القادمة والدوريات، فيما يتعلق بالدوريات التي تكون على شكل دوري في سكور ماتش، الميداليات الذهبية. إذا من المحتمل 80% هناك تأجيل لهذه الدوريات، ولن يكون هناك دوري في الأسبوع القادم. صراحة راسلت الشركة ولم يكن هناك رد. إذا لهذا انتظرت إلى حين يومين أو 3 أيام لمعرفة هذا الكلام صحيح أم خطأ، ويتبين لي أن 80% أو 70% من هذا الكلام هو كلام صحيح، لأن شركة FTG لا تريد أن تجاوب أو تقوم بالجواب عن هذا السؤال، ألا وهو إزاحة والدوريات القادمة. إذن فيما يتعلق هذا كل شيء يتعلق بالتسريبات القادمة. إذن التسريبات القادمة من المحتمل 60% 70% لا يوجد تسريبات ولا يوجد دوريات في لعبة سكور ماتش، لا يوجد لدوري سكور ماتش. إذن الشركة لأول مرة لم تقوم بإجابتنا على هذا السؤال، ولا ندري ماذا يحدث. هل هناك عطلة بسبب فاتح ماي، أم هناك أشياء في البرمجة، أو هناك أشياء تتعلق بالسيرفر أو السيستم، أو هناك أبديت قادم لا محال في لعبة سكور ماتش. إذن أصدقائي صديقاتي، شكرا لكم لدعمكم لقناتنا، وإلى اللقاء إلى حلقات مقبلة إن شاء الله.